أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة الأولى وأينما كنتم داخل مملكة العز أو خارجها، حللتم أهلا ونزلتم سهلا بين ظهرانينا. نجدد بكم اللقاء مرة أخرى من خلال تبار لا كباقي التباري. برنامجنا هو الأول من نوعه، هو على قناة الأولى. بطولتنا لا كباقي البطولات، نحن لا نشبه أحدا، نحن الأصل كما أسلفنا الذكر وسنبقى الأصل. بعدما قضينا معكم ومن خلالكم وبمعيتكم تباري من نوع آخر وتنافس لا كباقي المنافسات من خلال برنامجكم الملهم بطولة الجماهير. سيداتي آنساتي سادتي، بعدما خضنا تبار دور الثمن لم يكن سهلا، هناك من تأهل عن جدارة واستحقاق، وهناك من سيظل في قلوبنا ونذكره بالخير إلى يوم الدين. إذن أحبتي الغوالي خلص الطيبين، نمر من دور الثمن إلى دور الربع. دور الربع، الربع وما أدراك ما الربع. لا مجال للتهاون، لا مجال للتراجع. من يخطئ سوف يدفع الثمن غاليا، لكن من خلال برنامجنا الملهم بطولة الجماهير تظل الروح الرياضية هي التي تطبع هذه السمات كما ذكرت لكم. ولكن قبل هذا وذاك من واجبنا أن نقدم لكم ممثلي جماهير الفرق التي سوف تتبارى على ربع النهائي. البداية أحبتي، سأنادي وتحت تصفيقاتكم الحارة على ممثلي جمهور النادي الوداد الرياضي. إذا أحبتنا الغوالي الخلاصة الطيبين، في البداية أود أن أتعرف على الممثلي الاثنين. الأسماء من فضلكم. رضا بالصفر. مرحبا سي رضا. طلال القنديل. مرحبا سي طلال. مرحبا على الراس والعين، شرفتمونا مرة أخرى. والآن لنستقبل ممثلي اتحاد طنجة، رجاء تحت تصفيقاتكم. الاستوديو ديالكم، مرحبا بكم. المكان والذكور غير غريب عليكم. مرحبا بكم، وهنيئا التأهل ديالكم لدوري الربع. الأسماء من فضلكم. رجوان محمد، مشجع اتحاد طنجة. مرحبا سي محمد. رضوان مرابط، مشجع اتحاد طنجة. مرحبا والف مرحبا. اذا احبتنا الغوالي خلاصة طيبين، وتحت تصفيقتكم رجاء لنستقبل ممثلي جمهور فريق شباب المسيرة. تحت تصفيقاتكم رجاء. حبيبنا الغالي، مرحبا حبيبي، مرحبا.
شكرا لكم. مرحبا بممثلي أقاليمنا الجنوبية من الجماهير المغربية. حللتم أهلا ونزلتم سهلا، وأتمنى لكم بدوري حظا موفقا. شكرا. الأسماء من فضلكم. معاذ بن عزيز، ممثل فريق شباب مسيرة. عمر مما، مشجع نادي شباب مسيرة. حللتم أهلا ونزلتم سهلا. الآن أحبتنا الغوالي خلص الطيبين، نمر من خلالكم ومعكم وبمعيتكم إلى تقديم ممثلي جمهور فريق الكوكب المراكشي. شكرا على هذه الأجواء الجميلة اللي دائما احنا عهدناها معكم ومن خلالكم. الأسماء من فضلكم. كامل، ممثل عن فريق نعم الكوكب المراكشي. يا سجرها به ماشي وإحنا راه ما عندناش مع التعادل. لا ما كاينش التعادل ان شاء الله. الأخ الكريم. أسامة فيو، مشجع كوكابي، تنحبوا الكوكب حتى النخاع. إذن أحبتي الغوالي الخلص الطيبين، لا يمكن لصورتنا أن تكتمل أعزائي المشاهدين من دون أعضاء لجنة التحكيم تحت تصفيقاتكم رجاء. أعزائي المشاهدين، حكيم لجنة التحكيم عبد الحق السوادي حبيبي الصباح. منكم وإليكم عبد الله فليح رجاء. لالا سعيد العلوي صحفية رياضية. الأستاذ أيوب البصري صحفي رياضي. سنقوم بإجراء قرعة. القرعة تخص يعني شكون الفريق من الفرق الأربعة المتبارية في ربع النهائي، شكون الفريق اللي غادي نبداو معاه الأسئلة. سأطلب من حكيم لجنة التحكيم عبد الحق السوادي أنه يدير لنا التيراج وصور باش نشوفوا شكون الفريق الأول اللي غادي نفتتحوا معه ربع النهائي من خلال الأسئلة التي سوف نطرحها عليكم. سي سوادي تفضل. كنظن بها تكون اصطدامات في هذا الربع. ما نهضروش عليها. نتمنى على الروح الرياضيه دائما، وهذا هو الهدف ديالنا، أن روح الرياضة تسود كل فقراتنا من التباري إن شاء الله بجد الله. مشجعي الكوكب المراكشي. إذن البداية أحبتنا الغوالي الخلص الطيبين ستكون مع جمهور فريق الكوكب المراكشي. إذن أحبتنا الكرام، القرعة الثانية للتعرف بسم الله على الفريق الثاني. إذن سنتعرف على المتنافس اللي غادي يبدأ هو الثاني. أحبتي الغوالي الخلص الطيبين، اتحاد طنجة. أطلب من الصحفي الرياضي الأنيق دائما صاحب الطلة البهية أيوب البصري. شوف لنا أخويا شكون الثالث رجاء. الوداد الرياضي. لا حرة مسير الله يخليك، حنا تنقلبوا على الشفافية. سي عبد الله، الصراحة شكون اللي غيكون فيه؟ ما هو كل شيء كيتسنى، كاع الاحتمالات وقلبنا تيضرب. من يكون يا ترى؟ أنا لا أدري وأنت عزيزي المشاهد. شباب المسيرة. إنهم شباب المسيرة. إذن سأنتقل وإياكم ومن خلالكم إلى الفقرة الأولى من التباري من خلال ربع النهائي. الفقرة تحمل دائما عنوان تمريرات حاسمة. إذن أعزائي المشاهدين، أظن أنه لدي الأسئلة. لجنة التحكيم، هل لديكم الأسئلة؟ لا. إذن أنا محظوظ جدا، ومسألة الحظ هذا لها قصة طويلة معي. قانون اللعبة، عندكم الاختيار، كاين أسئلة محلية وأسئلة أفريقية وأسئلة دولية. إذن السؤال المحلي، يعني المحلي كنقصدوا به البطولة الوطنية ديالنا، تاريخها وخصوصيتها إلى آخره. بالنسبة للأسئلة المحلية، أي جواب صحيح يجازى بنقطتان. بالنسبة للأسئلة الأفريقية، أي جواب أفريقي صحيح يجازى ب3 نقاط. بالنسبة للأسئلة الدولية، يجازى على نقطتها أو على جوابها الصحيح
ب5 نقاط. اتفقنا؟ اتفقنا. وكما أفرزت القرعة، البداية ستكون مع جمهور فريق الكوكب المراكشي. إليكم الاختيار أولا. سؤال دولي. الله أكبر، إذن الإيقاع مرتفع من البداية. إذن السؤال الدولي يقول الأول: على من انتصر الأوروغواي في نهاية أول نسخة من كأس العالم سنة 1930؟ الجواب برازيل. على شوية. هل من هجمة مرتدة الأرجنتين؟ والوداد الرياضي هو من أجاب. إذن لديكم خمس نقاط. دائما مع جمهور فريق الكوكب المراكشي. إليكم السؤال الدولي الثاني: من حقق الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم سنة 2004؟ شيفشينكو. والجواب صحيح. إذن نمر نحو وصوب اتحاد طنجة. ما هو اختياركم؟ إلى دولية إن شاء الله. أسئلة دولية. طنجة. إليكم السؤال الدولي الأول: من هو المدرب الذي ترعرع في مدينة الدار البيضاء وحقق لقب دوري أبطال أوروبا مرتين في الستينات؟ الجواب تعذر الجواب. هل من هجمة مرتدة؟ لا، تعذر على الفرق المشاركة المتنافسة. الجواب إذن لجنة التحكيم. هل من مداخلة؟ الجواب الصحيح هو إلينيو إيريرا، المدرب الأرجنتيني اللي كبر في الروس نوار في كازا وقاد الانتر في الستينات للتتويج 2 مرات بلقب دوري أبطال أوروبا. شكرا عزيزي. إذن نمر إلى السؤال الدولي الثاني دائما لجمهور فريق اتحاد طنجة. في أي ملعب أجري نهائي دوري أبطال أوروبا سنة 1999 بين البايرن والمانشستر يونايتد؟ بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد. مدينة برشلونة. في برشلونة. نعم، والجواب صحيح. إذن أحبائي المشاهدين، نتوجه في هذه اللحظة صوب جمهور فريق نادي الوداد الرياضي. ما اختياركم رجاء؟ وصراحة الدولي. الدولي. إذن إليكم السؤال الدولي الأول: من توج بلقب دوري أبطال أوروبا سنة 2000؟ الجواب 2000. تعذر الجواب على جمهور نادي الوداد الرياضي. هل من هجمة مرتدة رجاء؟ نعم سيداتي أنساتي سادتي، الكوكب واتحاد طنجة. الجواب صحيح. السؤال الدولي الثاني موجه لجمهور نادي الوداد الرياضي. ما اسم مؤسس برشلونة وأول عميد في تاريخها؟ لا جواب. هل من هجمة مرتدة؟ نعم، والجواب صحيح. اتحاد طنجة. نعم سيداتي أنساتي سادتي، اتحاد طنجة و5 نقاط أخرى تضاف لرصيده. إذن في هذه الأثناء سيداتي أنساتي سادتي نمر إلى جمهور فريق شباب المسيرة. ما اختياركم؟ دولي. إذن التحدي يرفع عاليا في أجوائنا. شباب المسيرة يختار السؤال الدولي. إليكم السؤال الدولي الأول: من المنتخب الذي توج بلقب كأس أوروبا سنة 1992؟ إسبانيا. الجواب خطأ. هجمة مرتدة. الدنمارك. إذن الوداد البيضاوي وجمهور فريق الكوكب المراكشي. جواب صحيح. 5. أيوة. إذن
إذا سيداتي آنساتي سادتي وكما تشاهدون يشتد التنافس على هذه الفقرة. إذا نمر إلى السؤال الدولي الثاني إلى شباب المسيرة دائما. ما اسم ملعب نادي بوكا جونيور الأرجنتيني؟ الجواب المونيمونتال. الجواب خطأ. هل من هجمة مرتدة؟ جواب صحيح لدى الوداد. جواب صحيح. الوداد، الكوكب، واتحاد طنجة. الأجواء، يا عيني على الأجواء. إذا أعزائي الكرام وكما تشاهدون يحتدم ويشتد الصراع ما بين الفرق المشاركة التي تتنافس على هذا المربع. أحبة الغوالي خلاص الطيبين، حبذا لو أنني أذكركم بالنتائج المحصل عليها إلى حدود هذه الفقرة من التباري. إذا نادي الوداد الرياضي 15 نقطة، شباب المسيرة للأسف لا زال في البداية لم يحقق أي نقطة، اتحاد طنجة 20 نقطة، والكوكب المراكشي كذلك يحقق 20 نقطة. إذن أحبتي الغوالي الخلاص الطيبين، ننتقل بمعيتكم ومن خلالكم إلى الفقرة الموالية، فقرة أشبن ليك. إذن أعزائي المشاهدين ومن خلال فقرة التباري الموالية أشبن ليك، إذا نركزوا رجاء. غادي نعرضوا لكم واحد اللقطة كروية وغادي نبغي نسولكم كونسيرنو هذه اللقطة هذه، يعني ما مفاده أن هذه اللقطة واش تمركا فيها البيت ولا لا، ومن بعد غادي نسترسل معكم في الأسئلة الأخرى. غير في هذه الفقرة هذه الأسئلة راه موجهة للفرق كلها، اتفقنا؟ إذا نتوكلوا على الله لنكتشف اللقطة الكروية. السؤال يقول واش هاد البيت هذا تسجل ولا لا؟ إذن كتبوا على الألواح رجاء. هزوا الألواح. لجنة التحقق ماذا تقول؟ هدف أم لا؟ إذن أعزائي المشاهدين جمهور اتحاد طنجة مالكم جواب صحيح يا شباب. أيوة. إذن أعزائي المشاهدين نمر إلى السؤال الموالي، لكن عنده خصوصية، يعني الأسئلة سوف توجه فقط للفريق الذي أجاب بشكل صحيح، واللي جاوب بشكل صحيح هو جمهور اتحاد طنجة. السؤال موجه لكم وليس لغيركم. إذا السؤال يقول رجاء: في أي سنة أجريت هذه المقابلة؟ بوحدكم ما عندكمش منافس. الجواب لا، ماشي 2023. الجواب خطأ لجمهور اتحاد طنجة، الجواب اللي هو صحيح 2024. إذا نمر إلى السؤال الثاني دائما مع جمهور اتحاد طنجة، لديكم فرصة ذهبية. من سجل الهدف؟ حكيم زياش. نعم، والجواب صحيح. لجنة التحكيم، هل لديكم من تعليق مداخلة؟ لكم الكلمة. هذه المباراة جرت في إطار منافسة كأس إفريقيا اللي هي ديال نسخة 2023، ولكن ما تجرتش حتى 2024، وكانت المباراة هي الجولة الثالثة، وهي اللي خلاتنا أننا نكونوا متصدرين ديال المجموعة ديالنا وندوزوا للدور الثاني. إذا أعزائي المشاهدين نمر وإياكم إلى الفقرة الموالية تحت عنوان شنو كتعرفوا عليها. إذن أعزائي المشاهدين غادي نقوموا من خلال فقرة أشنو كتعرفوا عليها بعرض صورة اللاعب المغربي سي الغزواني، ومن بعد غادي نحاول نطرح 3 ديال الأسئلة. إذن إليكم الفرق المشاركة. السؤال الأول: في شباك من سجل الغزواني هدفه في المونديال سنة 1970؟
الكرام الجواب قضي الأمر. إذن أعزائي الكرام، وكما تشاهدون الجواب الصحيح الوحيد المتوفر لدينا الوداد تجيب نعم إنها بلغاريا. إذن نقطة تنضاف إلى رصيد جمهور فريق نادي الوداد الرياضي. إذن أحبتنا الكرام مشاركينا الأعزاء، إليكم السؤال الثاني. السؤال الثاني يقول: من كان مدرب المنتخب الوطني في مونديال 1970؟ كوكب مراكشي ما رفعتوش. إذن الجواب صحيح عند جمهور فريق نادي الوداد الرياضي. إذن أعزائي المشاهدين، المدرب الذي درب المنتخب الوطني في مونديال 1970 هو فيدينيتش. السؤال الثالث رجاء يقول: ما هو النادي الذي ترعرع فيه الغزواني؟ رفعتي نتحقق الآن. الجواب صحيح أعزائي المشاهدين مشاركين الكرام، هو الاتحاد البيضاوي اللي هو في نفس الوقت إذن في نهاية المطاف أعزائي المشاهدين، من أجاب عن هذا السؤال يعني عندنا النادي الوداد الرياضي وشباب المسيرة وكذلك الكوكب المراكشي، بينما تعذر الأمر على اتحاد طنجة. إذن سيداتي آنساتي سادتي، الكلمة لحكيم لجنة التحكيم السي عبد الحق السوادي. بالنسبه للغزواني هو وليد فريق طاس، كنا كنقولوا طاس الاتحاد البيضاوي، معقل ديال كارير سونترال، معقل ديال الحي المحمدي، وكان دا واحد الرجل اليسرى اللي كانت رجل يا سلام، يعني لاعب من العيار الثقيل. شهادة قيمة استثناء في هذا البرايم الخاص بربع النهائي لبرنامجنا بطولة الجماهير. ارتأت لجنة التحقق أنها تعطي فرصة لكل الفرق المشاركة أنها إلا بغات تبدل دير شونجمون. إذن الاختيار لكم، شكون اللي بغى يدير شونجمون شكون اللي لا، أنتم أحرار، يلا ديروا لنا شونجمون. إذن نادي وداد الرياضي، إذن تصفيقات على الوافد الجديد. إذن أعزتي الغوالي الخلاصة طيبين، ننتقل وإياكم إلى الفقرة الموالية تحت عنوان ميس جمهور. هو 2014 وإحنا ماشي تابعين المغرب التطواني الحبيب ديالنا اللي فيها شفنا بطولات الحمد لله ربي. وهاد الفويطة هادي ديالي كنقول عليهم هيا نهار 29 دمي 2012 ونهار 25 دمي 2014 اللي مضولي فيها اللعابة كاملين. أنا باش نعطيكم بالطها وتشوفوا. ما بقيتش كنجي لان كيدافوني بزاف، كاين يجري عليك ليكيب اللي كتجي ماشي ليكيب الجمهور اللي كتجي كيدافنوا في الاخير. ما بقيناش كنقدروا نجيو نلعبوا ولا ما بقينا الله نتفرجوا، ما بقيناش لان بصراحه ما كيعجبنيش. هما ما عرفوش ما دخلوش في راسهم ان هذه هي الرياضه، واحد دائما كيغلب وواحد كيخسر. إذن أعزائي المشاهدين، من بعد ما طلعنا على الورقة التوثيقية نعود إلى أجواء التباري. غادي نطرح السؤال بخصوص الكرة النسائية، وتحية للمرأة المغربية. غادي نطرح سؤال عن الكرة النسائية رجاء لكل فريق يعني، والجواب يجازى عنه بنقطتان، ولديكم حق الرد يعني حق الهجمة المرتدة رجاء. السؤال يقول: من هي اللاعبة التي سجلت أول هدف لمنتخبنا الوطني النسوي في كأس العالم 2023؟
الجواب لا، هجمة مرتدة. خليكم اللي عنده. أيوة، كاينين اتحاد طنجة والوداد الرياضي اللي هزين اللوحات. ابتسام جريد. الجواب صحيح، الجواب خطأ. إذن يا عيني الوداد تنال نقطتان إضافيتان للرصيد ديالهم. جمهور نادي اتحاد طنجة، إليكم السؤال: من هو المدرب الذي قاد منتخبنا المغربي لنهائي كأس أفريقيا النسوية؟ الجواب إذن الجواب خطأ. هجمة مرتدة لباقي الفرق. الوداد البيضاوي تجيب بشكل صحيح. إذن أعزائي المشاهدين، نتوجه صوب جمهور فريق نادي الوداد الرياضي بالسؤال. السؤال يقول: من الفريق الذي هزمه الجيش الملكي في نهائي دوري أبطال أفريقيا سنة 2022؟ ماميلودي سانداونز. والجواب صحيح، الجواب صحيح. إذا ننتقل إلى السؤال الرابع، والسؤال الرابع يقول: السؤال موجه بالمناسبة لإخواننا جمهور فريق شباب المسيرة. إليكم السؤال: ما هي الرتبة التي احتلها نادي سبورتينغ كازا في دوري أبطال أفريقيا سنة 2023؟ الرتبة الثانية. والجواب صحيح أعزائي المشاهدين. إذن لجنة التحكيم، في البداية كنهني الفريق ديال الوداد الرياضي وكذلك ديال شباب المسيرة، لأن عندهم ثقافة كروية حول كرة القدم النسائية. وصراحة ما كرهناش أنه تولي عندنا ثقافة كروية، يعني الناس يكون عندهم معلومات ويبداو يتبعوا كرة القدم النسائية، لأن حتى هي فيها نتائج مؤخرا جيدة، وحتى الأندية المغربية بدأت كتلعب بشكل جيد على المستوى الإفريقي. لكن تحدثوا على فريق الجيش الملكي، أكيد أنه حقق نتائج جد متميزة في السنوات القليلة الماضية، يكفي أنه توج بدوري أبطال إفريقيا. ثم كذلك فريق سبورتينغ كازا اللي احتل الرتبة الثانية ونهزم ونهزم بصعوبة أمام فريق ماميلودي سانداونز، فقط لنقص الخبرة والتجربة عند اللاعبات، بالإضافة أكيد إلى إنجاز المنتخب الوطني المغربي في منافسة كأس العالم الأخيرة. إذن هناك إضافة أخرى من حكيم لجنة التحكيم النجم السابق عبد الحق السوادي، لك الكلمة. غير واحد الإضافة يعني في هذه المسابقة هذه اللي بان لي جاليا، هنا كاين كيف كنقولوا حنا لو كوتشينغ غانيون ديال الوداد اللي كانت متاخره ب5 ديال النقاط، لو شونجمون الاكل ديالو ولات رومونتادا. يعني هنا كيبان لك الحماس وكيبان لك بان يعني التنافسيه، وكاين لونترينور اللي واخد يعني الكوتشينغ ديالو كان في المستوى. إذن أعزائي المشاهدين، ننتقل وإياكم إلى الفقرة الموالية تحت عنوان بركة. فقرة بركة غادي نلقيو من خلالها الضوء على لقطة كروية، لكن للأسف لقطة كروية تتخللها يعني مشاهد شغب في الملاعب. إذن أعزائي المشاهدين، غادي نوجه سؤال لكل الفرق المشاركة بخصوص هذه اللقطات الكروية المؤسفة. فعلى الجميع أنه يتوجه للوحة ديالو تكون يدو على القرص. فمني غادي نطرح السؤال نبغي في 10 ثواني يعني تهزوا اللوحات ديالكم ونشوفوا شكون اللي جاوب بطريقة صحيحة. إذن أعزائي المشاهدين، إليكم السؤال الأول: في أي دوري وقعت مشاهد الشغب هذه؟ الألواح. الجواب صحيح للجميع. نمر إلى السؤال الثاني. السؤال الثاني يقول: من الفرق الكروية التي كانت تلعب هذه المباراة؟ الجواب، والجواب صحيح للجميع.
أعزائي المشاهدين نمر إلى التعليق. غادي نبغيو نعرفوا التعليق ديال كل فريق على هذه الأحداث المؤسفة رجاء، وكما دأبت العادة دائما نبدأ البداية تكون مع جمهور نادي الكوكب المراكشي. الكلمة لكم. بالنسبه لهاد الصور هادو اللي شفنا دابا في هذا الماتش ديال الاهلي المصري وبورسعيد في الدوري المصري، واحد الصور اللي توقف بسببهم الدوري المصري لمده سنوات وما كيلعبوا بلا جمهور، ولاحظنا بلي افتقدوا التنافسيه في الدوري ديالهم، ولا عندهم واحد الدوري اللي كان من احسن الدوريات وارتقى لاضعف الدوريات بسبب غياب الجمهور. وهذا الشيء اللي كنتمناو اننا ما نطيحوش فيه هنا عندنا في المغرب، واخا اننا كنلقاو شي مناوشات بين الجماهير، ولكن كنتمناو اننا نلقاو حل لهذا الشيء هذا، خصوصا في هذا لابيريود واننا مقبلين على كاس افريقيا وكاس العالم. نتمناو نعطيو واحد الصوره زوينه على المغرب من جانب جميع الجماهير المغربيه، من طنجه للقويره اون جينيرال، وكنتمناو باقي نشوفوا هذا اللقطه. شكرا لك. إذا التعليق لجمهور نادي اتحاد طنجة. اتحاد طنجة، ما تعليقكم؟ وصراحة هي بدون تعليق. ملي كتشوف بحال هاد المشاهد اللي كتحس في النفس، كتبقى كرة القدم لعبة في 90 دقيقة، كل شيء رابح، كل شيء فائز. للأسف جات هاد الدائرة في واحد الفترة كان كيعرفها الربيع العربي، اللي هي اللي زادت شعلت من هاد الحماس وشعلت من هاد النرفزة ديال الجماهير. كنا كنعرفوا الدوري المصري اللي في الفرق ديالو، سواء اللي كان حاضر الأهلي اللي هو فريق القرن ديال افريقيا، فللاسف كنتمناو بحال هذه المشاهد ما نبقاش نشوفوها في الصعيد الوطني. شكرا لك. اذا نمر الى جمهور نادي الوداد الرياضي. تعليقكم على الظاهره. بالنسبه للدوري المصري، كان من احسن الدوريات الافريقيه، وكان كيضربوا لي 1000 حساب. كانوا ماتوا اكثر من 74 واحد، واخا هما داروا 72، وكانوا اكثر من 750 جارح اللي كانوا حالات متفاوته الخطوره، اللي كانت الدوري اللي كان توقف لمده سنوات. ومع ذلك كنتمنى ان شاء الله ما بغيناش بحال هذا الشيء نشوفوه في ملاعب عربيه او دوليه. شكرا. التعليق لكم شباب المسيره، ما تعليقكم على الظاهره؟ طبعا كانت ضحية الجمهور المصري اللي غاب على المدرجات لمدة سنوات. طبعا بهذا السبب هذا النيفو ديال الدوري المصري طاح نسبة ديال 50-60% من الإشعاع اللي كان. هاد المشاهد تنتمناهم الله سبحانه وتعالى ما توصلش ولو 0.0% من المدرجات المغربية، خاصة أننا مقبلين على جوج ديال التظاهرات، وهاد التظاهرات هادو هما الضوء ديال كرة القدم المغربية، ألا وهو كأس إفريقيا للأمم وكأس العالم 2030. شكرا لتعليقك. الآن لجنة التحكيم الكلمة لكم من أجل تقييم تعليق كل فريق على حدة ومن أجل التنقيط كذلك. شكرا ربيع. أول حاجة نبداو بالتنقيط. بالنسبة لفريق الكوكب المراكشي غنعطيو 2 النقاط، فريق طنجة غنعطيو 2 النقاط، الوداد 2 النقاط، والمسيرة 2 النقاط. أول حاجة بالنسبة للتعليق ديال الفروق، في وجهة نظر ديال لجنة التحكيم الفكره موحده عند الفرق كاملين، وهذا الشيء ما كيستثنيش ان اللي عطاو تفاصيل اكثر ونصحوا قدموا واحد النصيحه ان هذا الشيء ما بغيناش نشوفوه في الملاعب المغربيه. هما فريقين اثنين، هما فريق الكوكب المراكشي وفريق شباب المسيره، ولكن الفكره عند الفرق كامله موحده هو ان هذه الاحداث هذه ما كتعجب حتى شي واحد وما بغيناش نشوفوها. ومن اجل هذه الرسائل النبيله أنجز وأخرج للوجود هذا البرنامج. إذا الرسالة واضحة الأخ فليح، شكرا جزيلا. إذا أحبتنا الغوالي الخلص الطيبين، نمر وإياكم إلى الفقرة المقبلة الموالية، ماتش بصوتك. إذن أعزائي المشاهدين، وصلنا للفقرة المحبوبة والمفضلة لدى الجميع، ماتش بصوتك. إذن أعزائي المشاهدين، الفرق المشاركة رجاء التركيز معي في هذه النقطة. غادي نعرضوا لقطات كروية بالنسبة لكل فريق، كل فريق على حدة عنده لقطات كروية خاصة به.
مع الإشارة غادي تبدأ اللقطات الكروية، وكما دأبت العادة البداية دائما تكون مع الكوكب المراكشي. مع انطلاق الإشارة يعني اللقطات الكروية يبدأ تعليقكم. مستعدين؟ إذن لنكتشف وإياكم اللقطات الكروية. مباراة كبيرة، المنتخب المغربي أمام المنتخب البرازيلي، السامبا هنا في ملعب طنجة. ممتاز المنتخب المغربي، يلعب بطريقة جميلة، يخرجها بونو. لا 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 ممتاز بونو، ممتاز العنكبوت المغربي التي تألق في مختلف الميادين المغربية. شكرا شكرا لمعلق الكوكب مراكشي. إذن التعليق لكم اتحاد طنجة مع انطلاق اللقطات الكروية. اللقطات الكروية رجاء. هنا زياش حكيمي، زياش هكوارا هنايا تقدم بها أوناحي توغل محاولة هنا تمريرة زياش حكيمي، زياش محاولة. إذا ننتقل صوب معلق جمهور نادي الوداد الرياضي رجاء. مع انطلاق اللقطات الكروية ينطلق تعليقكم. ضاعت الزياش للمنتخب البرازيلي. كنعرفوا المنتخب البرازيلي أنه قوي في هذه هجمة مرتدة. هدف جول. بوفال يصنع المفاجأة. كم سنة لم نهزم منتخب البرازيل. شكرا لك. أيوة شكرا جزيلا. هي هكذا أجواءنا، وأجواءنا دائما تكون هكذا. إذن مع انطلاق اللقطات الكروية ينطلق تعليق ممثل جمهور فريق شباب المسيرة. إليكم اللقطات الكروية رجاء. طبعا الكل ولا تضرب حساب المنتخب الوطني، خاصة بعد الإنجاز في قطر. المنتخبات اليوم تطلبوا الود من أجل لاعب المنتخب الوطني، مقابلة حبية كرة هجوم مرتد للمنتخب الوطني تمشي بها لاعب المنتخب الوطني في الجهة اليمنى. طبعا حكيمي كرة عند حكيمي تمرار لمن الحكيمي، ما زال كرة عند لاعبي ديال المنتخب الوطني، تمريرة رائعة، ومن هناك هدف. جول الأول لصالح المنتخب الوطني. شكرا. إذن لجنة التحكيم لكم التقييم ولكم الكلمة، واعطونا شي نقيطة. الله يرحم الوالدين. سنبدأ بإعطاء النقاط. في الأول بالنسبة لفريق الكوكب المراكشي غادي ياخذ 5 ديال النقاط، فريق اتحاد طنجة عنده 2 ديال النقاط، فريق الوداد الرياضي عنده 3 ديال النقاط، وفريق شباب المسيرة 4 ديال النقاط. يا عيني. شكرا وتحية للجماهير ديال طنجة. شكرا. إذن حبذا لو نذكر أعزائي المشاهدين من خلالكم ومعكم دائما بالنتائج المحصلة إلى حدود هذه الفقرة من التباري. جمهور نادي الوداد الرياضي يحصل على 31 نقطة، شباب المسيرة 11 نقطة، اتحاد طنجة 28 نقطة، الكوكب مراكشي 30 نقطة. إذن أعزائي المشاهدين، وبعيدا عن أجواء التنافس والتصارع، نمر وإياكم ومن خلالكم إلى فقرة ترفيهية نرفه من خلالها عن أنفسنا شيئا ما. إذن أعزائي المشاهدين، أحبتي الغوالي الخلص الطيبين، وتحت تصفيقاتكم الحارة لنستقبل جميعا الفنان آدم فوزان. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say clear, I'll state my case, so it seems certain I live a life that's true. I traveled each and every highway, and much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but
to do and saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and much more than this, I did it my way. Yes, there were times I'm sure you knew when I bit off more than I could chew. But through it all, when it was down, I ate it up and spit it out. I faced it all, and I stood tall and did it my way. إذا أحبتنا الكرام، أحبتي الغوالي الخلص الطيبين، مشاهدينا الأعزاء، مشاهدي قناة الأولى، نصل إلى الفقرة الحاسمة، فقرة ستريت جيمز. لا مجال للخطأ، لا مجال للاستسلام، نعم للتنافس. إذا الأمور بالنسبة لنا واضحة. من سيتأهل الله أعلم، من سيبقى في قلوبنا ذلك ما سنراه من خلال هذه الفقرة الحاسمة. إذن أعزائي المشاهدين، سأشرح لكم ولهم قانون هذه اللعبة. كل واحد فيكم الدراري رجاء انصات والتركيز. كل مشارك غادي يحاول يحط رجل ويقذف بالرجل الأخرى، والصديق ديالو اش غيدير؟ غادي يمد ليه الكواري، يلوح ليه كرة وهو يحاول يقذف الكرة مباشرة في الشباك. وهذا ما نتبناه لكل الفرق المتنافسة، وفي هذا فليتنافس المتنافسون. إذن ينطلق العداد. يا عين. إذن أعزائي المشاهدين، فقط نذكر بالنتيجة المحصلة عليها من خلال هذا التحدي. نقطة واحدة تنضاف إلى رصيد جمهور الكوكب المراكشي. إذن رصيد الكوكب المراكشي يصبح 31 نقطة. أعزائي المشاهدين، اتحاد طنجة، الكرة بين قدميكم، هيا. إذن أعزائي الكرام، اتحاد طنجة يحصل فقط على نقطتان، الرصيد يصبح 32 نقطة. أعزائي الكرام، والآن أعزائي الكرام حان دور جمهور فريق الوداد الرياضي. إذن أعزائي المشاهدين، لتذكير فقط، بعدما سجل فريق الوداد الرياضي 3 نقاط، النتيجة المحصلة لديه 34 نقطة. والآن أعزائي المشاهدين نمر إلى ممثلي شباب المسيرة والكرة بين قدميكم. إذن أعزائي المشاهدين، كما لاحظتم ولاحظ الجميع، شباب المسيرة سجل نقطتان، والمحصلة رصيد شباب المسيرة يصبح 13 نقطة. أعزائي المشاهدين،
إذا أحبة الغوالي الخلص الطيبين نمر للفقرة الثانية، فقرة حاسمة كذلك. إذا أحبة الغوالي الخلص الطيبين نذكر بقانون هذه اللعبة. هذه اللعبة قذف بقدم معكوسة، يا عيني على القدم المعكوسة. إذا قانون اللعبة هو كذلك يا كاسي سوادي، هكذا بالكعب، اتفقنا؟ يشوف مرة يعني ياخذ لي روبير ديالو ومن بعد يشوف فيه وهو كيقذف. إذا هذا هو قانون اللعبة. اضرب ويسجل، يا عيني شوف أخي. ويسجل، برافو برافو. إذا نمر الآن إلى جمهور، إلى ممثل اتحاد طنجة. ممثل اتحاد طنجة لا داعي لأذكرك بقانون اللعبة. هذه ضربة كعبية. الشوفة الأولى عندك هنا تأخذ الروبير ديالك، والشوفة الثانية عندي رجاء. اتفقنا؟ توكلوا على الله أنا وياك. يلا حبيبي. على بونت. يسجل يسجل يسجل. برافو عليك. إذا الآن نمر نحو فريق نادي الوداد الرياضي. لا داعي لشرح قانون اللعبة. إذا كعبينها، توكل على الله. كعبينها يا عيني. لا إذا رسميا جمهور فريق نادي الوداد الرياضي يتأهل إلى النصف. والآن مع فريق شباب المسيرة، من سيكعبن هذه الكرة؟ كعبنها ولا ترونها. إذا أعزائي الكرام مشاهدي قناة الأولى، بعدما تأكد لنا جليا بأن الوداد الرياضي تأهل وبشكل رسمي لا غبار عليه، الآن يبقى التنافس قائما ما بين اتحاد طنجة والكوكب المراكشي. لماذا؟ قولوا لماذا؟ لأنهم حقق التعادل، والتعادل عندنا لا مكان له. دقت ساعة الحسم أحبة الغوالي الخلص الطيبين، يا إما أن تتأهل وإما أن تظل في قلوبنا نذكرك بالخير إلى يوم الدين. إذن سوف نعيد الكرة معهما مرة أخرى من خلال نفس التحدي. إذن كما ذهبت العادة، البداية تكون مع الكوكب المراكشي. كعبنها وتوكل على الله. يسجل 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 يسجل. إذن أعزائي الكرام، اتحاد طنجة أمام تحد لا رجعة فيه. الكرة وراء قدمك عزيزي الغالي، الكعب في خدمتها. تفضل. يسجل إذن أعزائي الكرام أحبة الغوالي الخلص الطيبين، جمهور نادي الوداد الرياضي يتأهل رسميا إلى نصف النهاية، وكذلك الكوكب المراكشي. أحبة الغوالي الخلص الطيبين، إلى ذلكم الحين أتمنى لكم أوقاتا سعيدة، ودائما نضرب لكم موعدا من خلال برنامجكم الملهم
بطولة الجماهير، وعلى المودة والمحبة دائما نلتقي حبيبنا. كلها طابلو في بورتري موراك شعب كي سيبورتيك في ما مشينا نفس حارة دينامو نعطي قلبي كادو ماما افريكا ليك شابو نجمة خضرا على طول شوفني زين بلا كاتالو باس ماكي قالون لا كلاس حتى في الصالون مي لا كادون في البالون با دو بلوسي بلا كارتاجون موروكو 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 أدلام شامبيوني طنجة الكويرة وطني قبل ما قومي بعدي عليلي فانزالي أدلام شامبيوني طنجة الكويرة وطني قبل ما قومي بعدي عكسي ما في تشيران فوجانا ترسمو بشيسامة ضرب بوستيا الكيسان خطوة ربي معنا بلادي فوق راسي تاج فانو قد نعيش لاجند ماتش مورا ماتش ويبلاي غادي في امان كما غنتنازلو عليلي فانزالي أدلام شامبيوني طنجة الكويرة وطني قلب لما كوني باطل عليلي فانزالي